مفيش حاجه اسمها جسم حلو وجسم وحش، دايما لو لبستي اللبس الصح لنوع جسمك هتكوني بيرفكت. النهارده هنعرف انواع الجسم وايه اللي ممكن تلبسيه لكل نوع. مفيش قاعده معينه تحكم طريقه لبسك، بس دي اهم الخطوط اللي تقدري تمشي عليها لما تيجي تختاري لبسك. ابل بودي او جسم التفاح، ده الجسم اللي بيكون مليان من فوق ونازل على رفيع، اكتاف عريضه واطراف رفيعه ووسط مليان. الهدف من الجسم ده ان احنا نعمل توازن ما بين النص اللي فوق والنص اللي تحت، بمعنى ان احنا نبعد عن الحاجات اللي ضيقه من تحت زي السليم او السكيني جينز، ونبعد عن الحاجات اللي واسعه من فوق. لو جينا لاحسن دريس ممكن تلبسيه هو زي الشفت دريس او الامباير دريس، او دريس اللي بيكون فيه حزام فوق الوسط بشويه ونازل على واسع وفي نك من فوق. لو جينا للبنطلونات فاحسن بنطلون ليكي هو البنطلون اللي رجله ستريت او رجله واسع او البوت كات. لو جينا للسكيرتس فاحسن سكيرت هي السكيرتس الهاي ويست او اللي نازله على واسع وقصير. اهم حاجه ان انت تعملي توازن ما بين النص اللي فوق واللي تحت، ما يبانش حاجه ارفع من حاجه او حاجه اتخن من حاجه. الاور جلاس بودي او جسم الساعه الرمليه، ده الجسم اللي بيكون فيه النص اللي فوق زي النص اللي تحت مع الوسط الصغير. لو جينا للحاجات اللي ممكن تلبسيها من فوق فانت ممكن تلبسي بابلين بلاوز، او ممكن تلبسي توب هاف ستومك، او ممكن تلبسي جاكيت بحزام في النص ممكن يتربط. ولو جينا للبنطلونات فاحسن حاجه ليكي هي اللي رجله ستريت او اللي رجله سكيني. لو جينا للسكيرتس فالهاي ويست سكيرتس او السكيرتس اللي هي مظبوطه نازله على الضيق عليكي فمن احسن الحاجات اللي ممكن تلبسيها. اما الدريسز مفيش احسن من الدريسز المظبوطه عليكي، لان الجسم ده لو لبستي اي حاجه واسعه في النص فبيبينك تخينه او بريجننت حامل. البير بودي او جسم الكمثرى، ده الجسم اللي بيبقى رفيع من فوق ونازل على مليان من تحت واكتافه صغيره. الهدف من الجسم ده هو ان احنا نعمل توازن ما بين النص اللي فوق والنص اللي تحت، بمعنى ان احنا نبعد عن الحاجات الواسعه من تحت ونبعد عن الحاجات الضيقه من فوق. لو جينا للحاجات اللي ممكن تلبسيها من فوق فانت ممكن تلبسي الحاجات اللي فيها رافلز، السكوب او البوت نيك، سكوير او الكاول نيك لاينز. كمان الحاجات الواسعه اللي مربوطه عند الويست باستك او بحزام هتبقى من احسن الحاجات اللي ممكن تلبسيها مع البير بودي. الجواكت المنقوشه او اللي الوانها فاتحه القصيره برضو من الحاجات اللي ممكن تلبسيها. كمان البنطلونات، البسي البنطلونات اللي رجلها ستريت او رجلها سكيني مع الجسم ده. ابعدي عن البنطلونات اللي رجلها واسعه لانها بتبين ان النص اللي تحت املى بكتير. اما السكيرتس فممكن تلبسي الاي لاين سكيرت او النايف بليتد سكيرت. بنانا بودي او جسم الموزه، ده الجسم اللي بيكون نازل على طول من غير اي كيرف فيه. هدفنا من الجسم ده هو ان احنا نبرز الوسط الصغير علشان يظهر باقي الجسم. ممكن تلبسي من الحاجات اللي فوق الحاجات اللي فيها رافلز كتير او السكوب نيك او سويت هارت توبس او الهاف ستومك توبس. اما الجواكت فالجواكت القصيره اللي اخرها بيكون ماسك عليكي من احسن الجواكت ليكي. البنطلونات فالتبرد او السليم او الحاجات الكالرفول اللي فيها الوان كتير من احسن البنطلونات. اما الدريسز فالدريسز اللي هي بيكون جنابها مفتوحه او مظبوطه عند الويست او فيها حزام ونازله على واسع من احسن الدريسز. عامه الجسم ده بيديكي حريه كبيره انك تجربي اي حاجه عليه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير على الفيسبوك او سبسكرايب على اليوتيوب شانل. اشوفكم الفيديو الجاي.